الموقع اللي أقول لكم أين أنا صادوني اليوم بحلفة أني أفطر في هذا المكان. الشيء اللي خلاني أوقف عند هذا البيت، لقيت الأم الفاضلة واقفة برا البيت ويا عيالها يوقفون السيايير، تعالوا وافطروا في بيتنا. اللحظات هذه لو تكون بعيد عن أهلك، تيك لحظات تحس بأن لك أهل في مكان ثاني. الله يحل بركة في هالدار، وما أنسى وصية الوالد، كون لك في كل حلة صديق. هذه هي البركة. اللهم أني أدعو لهذه الأم الفاضلة وأبنائها، جمعوا كل الناس لهذا الفطور. شوفوا المفاجأة، يوقفون كل السيارات وحتى سيارات العوائل ويدخلونهم في بيتهم في قسم العائلات عند أم العيال. جزاها الله خير. أبواب الجنة مفتوحة وأفعال الخير كثيرة، واللي يسعى من القلب يوصل لأحلى باب في الجنة. الله يرزقهم جنات الفردوس هم وأمهم وأهلهم جميع. أين أنا؟ كلمة بسيطة، ولكن أنا في دار سلمان، دار العز والكرم. جزاكم الله خير، والله أني أدعو لكم من القلب. طالعوا كم وقفوا من السيارات، كم الأجر لهم. هذا المشهد يستحق الثناء والدعاء لهذه العائلة الكريمة. أشهد أنكم ربيتوا العيال، أشهد أنكم كسبتوا الأجر الكبير. شوفوا عدد السيايير المتواجدة. هذه الأبناء يأشرون للسيارات، والأم الفاضلة موجودة أمام البيت تقرب العائلات. يا ليتني أقدر أقبل جميعك. الأم العظيمة ما زالوا واقفين في الطريق يجمعون الناس لهذا الإفطار. جزاهم الله خير. أذن وهم بعدهم على الطريق يوقفون الناس. أنا ما أقدر أحصي السيارات اللي موجودة، لكن اللي وقفوهم أكثر عن 200 شخص.